في الوقت ده أمريكا كانت بتتابع من بعيد. قضیه حشرهای آقای کارتر، نمیدونم شما این مسئله رو میدونید. وكانت الاكتشافات البترولية بتزيد في إيران، والحكومة الأمريكية طبعاً بتسعى للحصول على امتيازات التنقيب. تبدأ الآن فرض الحصار البحري على إيران من قبل أمريكا. ومن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان النفوذ الأمريكي بيزداد داخل إيران. Iran. اللي لعبته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في العملية أجاكس بقيادة كيرميت روزفلت رئيس الوكالة. أطلقت السفارة الأمريكية في طهران عملية أجاكس للانقلاب على مصدق. لكن الحقيقة إن إيران من يومها لم تهدأ على نوايا الشاه التوسعية والعسكرية في الخليج وعلى ممارساته القمعية ضد معارضيه، لأنها لم تنسى، والشعوب قد تصبر طويلا وقد تؤجل ثورتها، لكنها نادرا ما تغفل إهانتها. ومن هنا بدأ عداء الشعب الإيراني لأمريكا.